السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ليس عاديا. قبل الانتقال إلى أحداث الموضوع، اذكروا الله وصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اليوم الأحد 4 يناير 2026، موعدنا مع ذهاب الأسود نحو المجد في الدور 16 من كأس أفريقيا 2025. المباراة تبدأ في تمام الساعة 5 بتوقيت المغرب. المتابعة في كل لحظة بحماس على بي إن سبورت وعلى العربية TNT، والتغطية حصرية. وسوف نرى من يثبت حضوره في البطولة، تنزانيا أم المغرب. الحماس واصل لكل بيت عربي. هذه ليست مجرد مباراة، هذا اختبار جديد للأسود. موعدنا يقترب. بعد مشوار قوي في البطولة، المنتخب المغربي يدخل اللقاء بثقة كبيرة وطموح أعلى. تنزانيا خصم يلعب بدون ضغوط، لكن المغرب يلعب باسم القميص وباسم تاريخ كامل. المنتخب المغربي اليوم مطالب بالتركيز من أول دقيقة. لا مجال للاستهزاء، لا حسابات إلا داخل الملعب. أسماء اعتادت على المباريات الكبيرة، خبرة شخصية وروح قتالية نعرفها جيدا. تنزانيا قد لا تكون الأقوى على الورق، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل 90 دقيقة. مباراة تحتاج الذكاء والتركيز، وتحتاج جمهور يؤمن حتى آخر ثانية. نتمنى الفوز للمنتخب المغربي، وفي رأيي سوف تكون مباراة صعبة. شاركونا بآرائكم في التعليقات.